عندنا سياسة إعلامية تكون فيها شفافية أكبر، ومن الضروري أن يكون كل يوم تكون هنالك بيانات حول بعض المعطيات حتى المواطن يستثيق الحكومة، وهذا ما سنحرص عليه في الأيام القادمة. لكن نقول أن فما إجراءات عملية تمت، فما خاصة المصادرة أملاك المسيرين السابقين، والقائمة متاع الأطراف وقع نشرها. فما هنالك أيضا كذلك فما عمليات وقع بالنسبة لكل المؤسسات الراجعة إلى المسيرين السابقين، وقع أيضا وضع على ذمة، وقع تعيين متصرفين قضائيين أو مؤتمنين عدليين للتصرف فيهم، وإجراءات عملية هذه تم اتخاذها. نعم، يعني لو أخذنا هذه الأمور يعني ملفا بملف إجراء بإجراء قد يكون الأمر جيد، ولكن الرؤية الشمولية يعني في كل الملفات الناس يقولون أنه لم يتحقق شيء أو لا يرون ربما نهاية النفق بالنسبة لملفات يعني عمل لجان تقصي الحقائق والفساد، وأيضا اللجان السياسية. هناك طعونات كثيرة في مصداقية هذه اللجان، ومن يتحدث أيضا عن مسرحيات ربما تحاك في الخفاء. يعني المطالب هي إسقاط الحكومة. دعني أوجه لك سؤال بشكل مباشر، يعني إسقاط الحكومة والمرور إلى أشكال أخرى من القيادة السياسية، المجلس التأسيسي وما إلى ذلك. هل في وارد الحكومة أن تستقيل الآن سيد الغنوشي؟ احنا في الوقت الحاضر نسعى إلى القيام بالواجب حتى نقوم بالواجب. والأسبوع القادم سيكون أسبوع حاسم في إبراز خارطة الطريق في الفترة القادمة، والشعب التونسي سيقول كلمته بالنسبة للفترة القادمة وما سيتم القيام به. هذا ما احنا فما حرص كبير على تجسيمه. المسألة راها مش مسألة حكومة أو استقالة أو عدم استقالة، راها المسألة احنا اليوم عندنا فرصة تاريخية لتحقيق أهداف كنا نحلم بها وقت كنا شباب، فرصة تاريخية لتحقيق الديمقراطية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، فرصة حقيقية عمليا. سيد الغنوشي بعد إذنك لأن الوقت ربما ليس في صالحنا، أريد أن أسأل سؤال أخير. هل المجلس التأسيسي يعني مطروح على مائدة النقاش، على مائدة المفاوضات؟ بالفعل مطروح مطروح هذه المسألة، وفي الأيام القادمة ستتوضح الرؤى بالنسبة للفترة القادمة. فما كان حرص على التشاور مع كل الأطراف، الأحزاب والمنظمات والاتحاد العام التونسي للشغل وكل الأطراف، حتى تكون الرؤية بالنسبة للفترة القادمة رؤية مشتركة تسمح لنا من أن نحقق الأهداف المنشودة وأن نكون أوفياء لهذه الثورة الشعبية التي تحققت. المسألة ليست شكرا جزيلا. شكرا. نعم. يعني باختصار سيد الغنوشي، شكرا جزيلا لك. إذن سيد محمد الغنوشي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نصل إلى نهاية حصادنا المغربي من تونس. شكرا لكم وإلى اللقاء.